اللي جاي يسموه سويت له بي اتش سبعة أقول حوالي السبعة تقريبا زمزم بخاري دراسة أفضل يعني تقريبا من كيف زمزم زمزم يقولوا ولا لا أخذوا موية زمزم ناخذ من زمزم لأنه هو ضمن حدودنا 15 كيلو ضمن حدودنا هذا بس إذا الصعد تعالي عارف زمزم يعني مو بس احنا نستفيد منه حتى ننشر بعدين للعالم الباقي تبغى تصير كويسه نقص من معدل الارقام. كنت في كم مرة هنا زيارة كل طالب يشرب مويه الصحة بنفس القارورة تقريبا شبه موحد هذا كمان شوفوا اخذ العينه منه المقصد الاساسي بعد ما يسووا هذه التجارب 3 سنوات هذه ثالث سنة كله جبنا له مدينة او انه يعمل هذه الجزئيه تتكسر كمان تصير الدنيا تضرب اكثر كان كده مره جريء وخاف انه درجه الحراره تغير اقتباس يسوي للحراره البلاط لما يكون مثلا بلاطتين يعني ياخذ مساحه اكبر متر في متر يصير هنا تراب يصير هو يعتبر التراب الطبيعي ان شاء الله ربنا هم مصممين الصندوق هذا خشب هو عمل هذا هو لا احنا ممكن نفصله هنا تفصيل نفصل هنا بخشب ممتاز كله خشب ابيض اهم شيء انه ابيض عشان ما ينفصل حرام ايوه نفس الطريقه حتى نفس البول نفس الميله ونفس الشوفه الله يوفقك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة سعدت سعادة جمة بزيارة مدرسة مكة الثانوية ومقر برنامج جلوبال بيئي الذي وجدت فيه ما يثلج الصدر من أدوات وآليات. المعلم البرنامج الأستاذ أحمد نقشبندي أحد المعلمين المتميزين، وهو مدرب على مستوى المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله تعالى سنطمح إلى العالمية. أشيد بهذا البرنامج وما حققوه من إنجازات على المستوى العالمي والشبكة العنكبوتية في تسجيل البيانات البحثية. فالهدف الأساسي من هذا البرنامج هو تعليم الطالب على الأعمال البحثية وممارستها في حياته العملية، حتى إذا وصل إلى المرحلة الجامعية يستطيع أن يقوم بعمليات البحث العلمي على أسس واضحة وصحيحة وعالمية. وطلاب المملكة العربية السعودية لا ينقصهم شيء، وهم ما شاء الله تبارك الله نستطيع أن نجدهم في كل المجالات متفوقون. وعندما يكون هذا البرنامج متخصص في البحث العلمي، وجدنا مدرسة مكة من أحد المدارس التي حصلت على أوسمة الشرف والتميز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وييسر لهم ويكونوا دائما في شكر دائما في طليعة الطلاب. نشكر مدير المدرسة ونشكر طلاب برنامج جلوب في مدرسة مكة المكرمة، وكذلك معملهم الذي وجدناه من أفضل المعامل الموجودة مقارنة ببعض المناطق المختلفة من المملكة العربية السعودية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم أمرهم ويتقدموا دائما إلى المستقبل.